الله تبارك وتعالى في القرآن يكلمنا عن ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. ليلة مباركة فيها الانتفاع والبركة والخير الكثير للناس، يؤجلها الله سبحانه وتعالى لآخر رمضان علشان ما يفوزش بيها إلا اللي هيصمد ويكمل ويبقى مع الله سبحانه وتعالى الشاطر، يعني زي ما بنقول كده اللي هيفضل ثابت طول رمضان. الناس بتيجي على نص رمضان كده نلاقي المساجد قل الناس فيها العدد، ونبدأ نتكلم احنا لازلنا في رمضان، واللي يشتكي من الفطور واللي يشتكي من قلة العبادة، ولسه بنقول فيه الله سبحانه وتعالى عامل جايزة كبيرة في الآخر. بعض الناس كده ينشن على العشر الأواخر مش هتعبد إلى الله إلا فيهم، والبعض التاني يستغل حديث سيدنا النبي لما قال التمسوها في الليالي الوترية، لكن في النهاية علمها عند الله. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يحكي لنا سيدنا عبادة بن الصامت ويقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان. تلاحى رجلان يعني اتنين تنازعوا وتشاجروا مع بعض، فرفع علمها عن الناس، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم يعني ده لعله خير بالنسبة لكم فالتمسوها في العشر الأواخر. واحنا بنتكلم عن ليلة القدر لازم نذكر المشاحنات. اتنين تشاجروا أمام سيدنا النبي فرفع علمها عن الناس. المشاحنات والخصومة والمشاجرات اللي بتبقى بين الناس، وزي ما بنقول كده السواد اللي ممكن يكون جوه القلب أو المشكلات اللي مع الناس أو قطيعة الرحم، هجر المسلمين وغيره من الأشياء اللي هي من أمراض القلوب في المقام الأول، اللي محتاجة مننا تصحيح أفكار وتصحيح عقائد علشان ليلة القدر لا تحجب ولا يحجب خيرها عن القلوب، لأن هي في الأساس جائزة للقلوب. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعرفنا إن رفع علمها عن الناس علشان تشجروا بس، ما بالنا النهاردة في خصومات وقطيعة رحم وناس واكلة ورث بعض وغيره، نسأل الله السلامة. ربنا سبحانه وتعالى يعرفنا إن في الليلة دي مع انقطاع الوحي عن الدنيا، لكن سيدنا جبريل الله عز وجل ينزل في هذه الليلة والملائكة تتنزل في هذه الليلة وسلام هي حتى مطلع الفجر. يكلمونا العلماء إن الملائكة في الليلة دي بيبقوا عدد حصى الأرض، بتبقى الدنيا كلها مليانة ملائكة وعلى رأسهم طبعا سيدنا جبريل. يكلمونا العلماء عن علاماتها وأماراتها وأحاديث كتير منتشرة في هذا الأمر، منها الضعيف ومنها الصحيح. ما جاء بعدها الليلة نفسها بتكون ساكنة وهادئة، وما جاء بعدها بعد ما الليلة بتخلص خلاص اللي نجح نجح واللي فاز فاز واللي كسل كسل. يصبح الصبح يلاقي الشمس شعاعها هادي زي ما علمنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. واحد جاي من اليمن يسلم لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويقابله الصحابة ويشعر ان هو في دربكة كده، في حاجة مختلفة، فيسأل فيقولوا له دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 5 ليال. يحزن الرجل ويقول لهم دلوني على ليلة القدر. أول ما يعلم بانتقال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن ليلة القدر وكأنها هي البديل لوجود سيدنا النبي لاستغفاره للمؤمنين ورحمته بالمؤمنين. وعالم الصحابي الجليل، أو يعني هو طبعا حرم مقام الصحابة الصحبة، ولكن علم مقام ليلة القدر بعد انتقال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.